سنة بتخلص وبنستقبل سنة جديدة. دايما في نهاية كل سنة ما بنفكرش غير في الحاجات الوحشة اللي حصلت في السنة، رغم ان ربنا أمرنا ان احنا ما نلعنش الدهر ولا نقول ان كانت سنة وحشة ولا كان زمن وحش ولا اي حاجة من الحاجات دي. والحقيقة ان انا باخد المقولة دي وبمشي فيها دايما في نهاية كل سنة. في نهاية كل سنة بحاول افكر نفسي الحاجات الحلوة اللي مرت عليا، حتى لو مش قادرة افتكرها بعصر على نفسي انه افتكرها. السنة اللي فاتت كانت صعبة علينا، مرينا بحاجات كتير وبتمنى انها تنتهي، وبتمنى ان احنا نستقبل سنة جديدة مختلفة وفيها اخبار تفرحنا شوية، حاجات تريح قلبنا. بتمنى ده، ولكن لحد ما ده يحصل طالما احنا عايشين احنا مجبرين اننا نحاول نكون احسن، نحاول نكون انجح، نحاول ان احنا نوصل على قد ما نقدر للتوازن والسلام الداخلي. كتب كتير مخلصناهاش، ناس فقدناها ومش هتخش معانا السنة الجديدة ووحشنا، بس هم اكيد حوالينا. حاجات كتير قوي ما انجزناهاش في السنة دي، بس دايما ربنا بيقول لنا انتوا عندكم فرصة جديدة انكم تبدأوا من اول وجديد. زي ما الليل لما بيخلص بيجي بعده نهار تاني، زي لما السنة بتخلص بتيجي سنة جديدة. اوعى تفتكر انه متأخر او انه خلاص ما عادش ينفع او انه ما عادش فيه وقت انك تحقق اي حاجة بتحلم بيها. بالعكس، طالما دايما في بداية وطالما انت بتتنفس وطالما انت عايش it's never too late، عمره ما هيبقى متأخر. حابة انه اختم السنة دي معاكم بسلسلة فيديوهات ديسمبر فايبس. هي فيديوهات كنت متعودة اعملها لاني دايما بحب اختم السنة مهما كانت صعبة او حلوة او وحشة، بحب اختم السنة باجواء لطيفة تفرحني وتطمني وتخليني استقبل السنة الجديدة باحساس حلو وابقى جاهزة لها. فحبيت ان انا اخدكم معايا الجيرني دي السنة دي ونعمل ديسمبر فايبس. هتبقى فيديو كتيرة، هو تشالنج بعمله اني انزل فيديو كل يوم، ودي بتكون حاجة صعبة بس بحب اتحدى نفسي فيها قوي، لاني لما بنجزها او بنجح فيها بتديني بوش حلو قوي لقدام. فحبيت اعرفكم ان احنا هنبدأ مع بعض سلسلة بسيطة اخر كام يوم في السنة. هتتابعوني كل يوم، هنغير حاجة، هنخطط لحياتنا، هنبقى productive، هننجز حاجات، وكمان هنجهز نفسنا للسنة الجديدة. اجهزوا معايا لسنة 2024 من خلال فيديوهات صغيرة في بلاي ليست ديسمبر 5، فاستنوها.